السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم الزبادي البلدي. كل سنة وانتم طيبين. طبعا طول شهر رمضان محدش بيعدي سحور كده غير بكوباية زبادي حلوة تطري كده على القلب. كل سنة وانتم طيبين. فان شاء الله مش هنشتريه غير مرة واحدة، وبعد كده هتعمليه في البيت على طول. بس تابعي معايا الفيديو للاخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله. معايا هنا كيلو من اللبن او الحليب زي ما بتسموه، حطيته على النار، سواء جايباه طازه او كان عندك في الفريزر طلعيه يفك عادي مفيش اي مشكله. بس يا ريت يكون اللبن كامل الدسم، بيكون احسن وافضل يعني. حطيته على النار، اهم حاجه النار تكون هاديه خالص تحتيه بحيث انه يغلي وما يفورش منك. على الاقل 5 دقايق بس على نار هاديه. ليه؟ عشان لو فيه اي ميه تتبخر منه ويطلع معاكي مظبوط ومتماسك زي ما شفتيه. هنا حطيته على النار ومهديه عليه النار، ومن وقت للاخر بقلب فيه كده، وبرده عشان ما يلزقش منك في الحله من تحت. هنا خلاص اهو، انا هنا بطفي عليه كده فار معايا كده، طفيت عليه خلاص. هسيبه بقى لغايه ما يبرد خالص، لغايه ما يبقى بس دافي معاكي، يعني تحطي صبعك فيه كده مستحمله يعني السخونه بتاعته، ما يكونش سخن ولا بارد خالص. لمينا الوش بتاعه كده في وش اللبن في الشفشق الخلاط. عندك هاند بلندر اضربيه فيه. ومعايا هنا دي كوبايه الزبادي اللي شريناها بس اول مره. بعد كده هتاخدي الخميره اللي الزبادي اللي انت عملتيه تعملي بيه مكان علبه الزبادي اللي انت جايباها دي دلوقتي، يعني خلاص ان شاء الله مش هتشتريه من بره تاني. حطيت الزبادي مع شويه اللبن مع القشطه في الشفشق الخلاط، وحطيت معاهم 3 معالق من السكر، هيبقى طعمه مظبوط جدا. حابه تقللي او تكتري دي حاجه ترجع لك انتي. حطيتهم وهضربهم ضرب كويس جدا في الخلاط. الخلاط يكون افضل يعني بينعم كده الزبادي معاكي ووش اللبن. بعد كده هقلبه على بعضيه وهحطه هنا في شفشق الخلاط عشان اعرف اصب منه في الكوبايات. طريقته سهله خالص وبسيطه. لو عايزه بقى تعملي بالفراوله مثلا هتصبي مثلا نص الكوبايات باللون الابيض ده، والنص التاني هتحطي يا كريم شانتيه بالفراوله يا جيلي بالفراوله، تحطي منه مثلا معلقه او 2 على زي ما تحبي اللون بتاعه، وتضربيهم برضو وتصبيهم في الكوبايات. هنا معايا ميه مغليه فضيت في الصينيه، حطيتهم في الصينيه كده، والميه المغليه كانت لغايه نص الكوبايه بس. وهنا بقى عندك ستريتش راب غطي بيه، ما عندكيش تبقى فطين كده تقال على بعضيهم وغطيهم، يعني ما ترتبطيش بالاستريتش اللي انا غطيت بيه ده. انا عشان موجود عندي عملت بيه، ما عندكيش فوطه فوق التانية كده وغطيه ودفيه. وطبعا لو هتحطيه في فرن البوتاجاز يعني يفضل ان انت تعمليه بالليل وتصبحي الصبح تحطيه في التلاجة، يعني بيت معاكي بالليل. هو يعني قاعد معايا هنا بره 4 ساعات. انا هنا عشان الفرن بتاع البوتاجاز طبعا بنسخن فيه عيش وبيفتحوا له ولاد كل شويه، فحطيته هنا كده ودفيته. جبت دفايه وحطيته فيها 4 ساعات، ما يقلش عن كده، هي ممكن يزيد بس ما يقلش. هنا كان برد معايا خالص. وفي خطوه نسيت اعملها، ان انتي حطي معلقه خل لو هتحطي في صينيه ألمونيا زي دي عشان ما تزرقش معاكي. هو الزرق هيطلع هتدعي كويس وتطلع، بس عشان تتفادي الخطوه دي حطي معلقتين خل كده في الصينيه مش هتزرق معاكي خالص. هنا بقى عشان عندي حاجات في التلاجة خفت الزبادي يكرف منها او يشم ريحة منها، فغطيتها بستريتش راب وحطيتهم في التلاجة 6-8 ساعات كده، او ممكن ليلة كاملة. شوفوا ما شاء الله عليه طالع متماسك جدا، والنعومة بقى بتاعته والله طعمه خرافة. وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعودها عليكم بخير. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك. ومع